صباح الورد والفل على احلى ناس في الدنيا. تعالى اقول لكم ازاي تعملوا الملوخية المصرية على الطريقة الاصلية بتاعت جدتي ومامتي القديمة دي اللي ريحتها كانت بتجيب من اول الشارع، بطريقة سهلة وبسيطة. ليا تركة فيها هي دي اللي بتميزها، انا واخداها من مامتي ومامتي واخداها من جدتي. هي دي اللي بتميز ملوخيتنا، اي حد ياكلها عندنا يقول لنا فيها سر، بس هو ولا سر ولا اي حاجة، هي تركة بسيطة قوي اقولها لكم في الفيديو، بس تابعوا معايا الطريقة. انا هنا بستخدم الملوخية الجاهزة، انتي عايزة تستخدمي الخضرة تماما براحتك، بس انا بستخدم اللي هي الجاهزة المجمدة. بحطها الاول، مش الشوربة الاول، بجيب الحلة بتاعتي، استخدمت نص كيس ملوخية. بجيب الملوخية الاول بتاعتي في الحلة، وبقى موطية النار وبفكها كده بالمضرب بتاعي. قبل ما انزل الشوربة لازم الملوخية تكون مفكوكة. ايوه زي ما انتوا شايفين كده الملوخية بتاعتي اتفكت تماما. انا بقى بحط المصفى كده وبصفي 3 كبشات من الشوربة، 3 بالظبط، ولا اكتر ولا اقل. لو هتعملي كيس كامل ملوخية حطي 6 كبشات من الشوربة، صدقيني بتظبط معاكي، ومهما قلبتي مش هتسقط تحت لو ظبطتي الشوربه زي ما قلتلك. 3 كبشات اللي هي الكبشه بتاعت الشوربه دي، 3 كبشات كبار، وصفيها طبعا. واديها تقليبه كده، ما تخافيش مش هتسقط ومش هيحصل لها اي حاجه، هتاكلي عسل مش قادره اقولك. اللي ما بيحبش الملوخيه هيحبها. هي الملوخيه فيها تركه، هي بس محتاجه تتظبط. هي بقى تركه التومه دي، حتة تومة نية. انا عملت فص توم صغير، فص كامل يعني راس كاملة، عفوا راس توم كاملة، دقتها. وانا بحب استخدم توم كتير في الملوخية، فخدت ربعها على الملوخية بالشوربة بتاعتي ياخدوا غلوة مع بعضها. مش قادرة اقول لكم تركة التوم دي بتعمل ايه في الملوخية. تركة التوم النية حرفيا بتوديها في حتة تانية. وحطيت بقى معلقتين كبار من السمنة البلدي، ما تبخليش، كتري كتري عشان تتقدري، هي معروفة، كتري سمنتك في الملوخية. وحطيت باقي راس التوم الصغيرة، حوالي عملوا معايا 8 فصوص توم مثلا كبار كده. قلبي. بصوا بقى احنا ما بنحطش كزبره، يعني احنا عندنا في العيله ما بنحبش نحط كزبره. انتي زي ما تحبي، انا مهما حطيتها حتى لو قفلت النار ما بحبش احطها، بتمرر مهما حتى لو قفلت النار وحطيتها. ممكن هو ده السر اللي يخلي اي حد يجي من بره يقول ان هو ما استصغاش طعمها قوي، لان بيبقى فيها سنة مرارة. احنا كمصريين متعودين على اللقطة بتاعت الكزبرة، خصوصا لو حد بيحطها كمان قبل ما يقفل النار فبتمرر اكتر. لو عايزين تخفوا من مرارتها حطوها بعد ما تقفلوا النار على التومة، بس انا ما بحطهاش خالص، يعني بتجنب ده خالص. وحرفيا بتطلع احلى ملوخية ممكن تاكلوها. يعني انا جدتي كانت بتعملها كده ومامتي كانت بتعملها كده، وكنا معروفين بجمال الملوخية بتاعتنا. يا بقى عالطشة والشقة القمر، انا ازاي فاتتني ان انا اصور لكم الشقة دي. يلا خير، هعملها لكم فيديو تاني يعني ما يضرش. انا اصلا بسجل لكم في اخر اليوم، احنا اتعودنا على بعض خلاص، خدنا على بعض خلاص، يعني بقينا فاهمين بعض، فتلاقوا حرف رايح كده حرف في ذمة الله، يعني انتوا اخواتي. حطيت كده، كان في حبة شوربة في الحلة ما تحطوش، حبة قصدي ملوخية، مش بقول لكم، حطيتهم. وهديها حوالي بالظبط دقيقة على النار تاني، ياخدوا بس ايه من طعم بعض كده. وهقفل النار تماما. قلبي زي ما تقلبي، ولا هتسقط ولا تخافي، هتدوقي قمر عظمة. وانا بحب اقدمها في طاجن، انتي زي ما تحبي قدمي، طبق طاجن عسل، هتاكلي عسل. وشوفوا بقى اللون والجمال، حاجة كده عظمة، حرفيا عظمة. وقوامها خطير خطير، هتاكليها لوحدها من جمالها، حتى لو ما بتحبيش الملوخية هتحبيها بعد الوصفة دي. اهم حاجة لو عجبك الفيديو كانت معاكي اختك هالة، ما تنسيش اشتراك القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير. يا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم. باي باي.